الأزرق المصري من أكتر من 5000 سنة في الحضارة المصرية القديمة. عرف المصريين القدماء أسرار الألوان وابتكروا باليت الخاصة بيهم. كان أعظم إنجاز ليهم إن هم اخترعوا اللون الأزرق المصري، أقدم صبغة صناعية عرفها التاريخ. خلطوا فيها الرمل والجير والنحاس والنترة وسخروها على النار عشان يخرجوا اللون الأزرق البراق المعروف في مصر القديم. وبالطريقة دي ما اكتفوش بالصبغات الصناعية، لا هم كمان عملوا ألوان طبيعية زي اللون الأحمر والأصفر من الأكر والأخضر من الملاكيت والأزرق من الأزوريت والأصفر اللامع من الكبريتات. ما كانش بالنسبة ليهم الألوان دي مجرد ألوان، لا دي كانت طاقات ومعاني. يعني مثلا الأزرق يعني السماء والآلهة والنيل، والأحمر القوة والنشاط، والأخضر الخصوبة والحياة، الأسود كان الحياة وخلود والبعث بعد الموت. لكن دي كانت أول حضارة سجلت كل حاجة ليها في حياتها وإبداعها كله بالألوان، لأنهم استخدموا الألوان على جدران المعابد والمقابر والتماثيل والأواني، وكمان في التجميل زي الكحل.